ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، متنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة تعب سندريلا غزل، وليه احمد ما جابش لابتوب لمكة كمان بنت برنس مصر، وكمان سبب زعل أمنية القوة، وأخيرا رد فعل بيبي حياة لأول مرة وهي بتشيل بيبي أصالة. بجد هتتفاجئوا. فيديو اليوم حلو جدا بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ ببيبي أصالة ورد فعل غير متوقع من حياة. والحقيقة أحمد كان بيصور فلوج وظهرت فيه أصالة وفيروز وحياة، وانه جاب لهم طقم كلاسين وكمان لندى جلجل. وهو بيتكلم بيبي حياة قالت له هس اسكت أصالة نايمة. كانت عسولة قوي، لكن لسه هنشوف رد فعلها لما تشيل أصالة لأول مرة. المهم ان فيروز شالتها وكانت شطورة جدا. بيبي حياة قالت انا كمان عاوزة اشيلها وده دوري. وهنا بيبي حياة شالت أصالة لأول مرة، كانت فرحانة قوي وبتحضنها جامد. فيروز خافت لا تموتها، لكن بعد الشر عليها هي بس كانت بتحضنها قوي لانها بتحبها، وذا خدتها منها على طول. لكن احمد ضحكنا قوي هنا لما قال الحياة اصالة مش لعبة، اصالة حقيقية. ودلوقتي تعالوا نعرف ليه احمد ما جابش لابتوب لأمنية قوة وليه كانت زعلانة. احمد قال ان امنية كبرت وهو ملقاش غير 7 بس من اللابتوب على قد الاولاد، لكن أمنية كانت مش زعلانة، هي بس كانت عاوزة واحد زي الأولاد. وبالنسبة للفانز اللي بيقولوا مستر أحمد ما جابش هدية لبيبي مكة بنت برنس مصر ليه؟ أحمد قال إنه جاب لكل الأولاد ومنهم بيبي مكة، لكن هي ما كانتش موجودة في الوقت ده وهما بيصوروا، عشان كده ما شفناهاش وهي بتاخد الهدية. ودلوقتي واخيرا تعالوا نعرف حقيقة تعب سندريلا غزل، ورسالة مهمة جدا لعبد الله زوج آية. الحقيقة سندريلا غزل ظهرت وهي تعبانة جدا وزورها وجعها، وكانت لسه جاية من المدرسة، عشان كده آية خدتها للدكتور. ألف سلامة عليكي يا غزولة. وللأسف في الوقت ده عرفنا كمان إن آية تعبانة، وده كان بالصدفة. ألف سلامة عليكي انتي كمان يا يويا، ويا رب ما نشوفش أي حاجة وحشة فيكو. أحلى حاجة إن يزونا قال لآية ألف سلامة عليكي يا ماما. وبجد يزن حنين جدا باز غزل وحضنها جامد وقال لها ألف سلامة عليكي، ربنا يهديك يا يزن وتطلع دكتور قد الدنيا. وهنا غزولة كان الدكتور بيكشف عليها. الدكتور قال إن عندها احتقان في زورها، بس منعها من الشيبس والحاجات الساقعة، وهتاخد العلاج وهتبقى كويسة إن شاء الله. وطبعا غزل كانت بتصور وهم خارجين. يزن وغزل دخلوا الملاهي جنب الدكتور، وكان معاهم عبد الله كمان زوج آية. المهم انهم لعبوا بالالعاب وكانوا فرحانين قوي، وبجد فرحنا جدا اننا شفنا عبد الله لاول مره وهو بيلعب معاهم. يا ريت عبد الله يصور مع آية ونشوفهم مع بعض. عاوزين كل فانز برنس مصر يقول لعبد الله يظهر مع آية في الفلوجات مع غزل ويزن، ربنا يخليهم لبعض هو وآية. بس بجد عبد الله كان شاطر جدا في لعبة السلة، وساعد كمان يزن يكسب في لعبة السمك. المهم بعد ما خلصوا لعب راحوا يتغدوا في كنتاكي. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. وسؤال الفانز الفيديو اليوم هو ظهر اسم مكة كام مرة؟ شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وهنا وصلنا للنهاية. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.